كيفاش المنتجات تاع الليزر فازت على الجمارك؟ كان هذا احد سؤال المتابعين، وباش نجاوبوا ريسكيت دوموندي 3 منتجات من الي اكسبريس، واغلى واحد فيهم يدير 2 ملايين ونص. راني نشوف سكوتش تاع الجمارك يعني فتحوهم وربي يستر. مالا ابوني واحفظ الفيديو عندك باش كي تحتاجو ترجع ليه. وهذه هي المنتجات في 3، وعلى بالي راح تشوكيكم الاسوام تاعهم، وخاصه المنتج الاخير اللي قلت لكم غالي. بالنسبه للمنتج الاول نيفو لازر صغير ومحاين وكبار، هذا راك تشوف فيه سقام لي بحوالي 250 الف، وهنا في الجزائر ما تلقاش تحت 450، وكي جربته كان الاداء تاعو جيد. وبالنسبه للمنتج الثاني عباره عن نيفو لازر ايضا، ولكن يجي احترافي على الاول، يجي فيه سازلين ويجي مع الشارجو تاعو والتليكوموند. الحاجه المليحه اللي فيه انه فيه لا باتري هذه، وهذه هي التليكوموند اللي بها تقدر تتحكم في الليلين اللي تشعلهم والسطوع تاع الاضاءه. والان المنتج الثالث اللي سقام لي ب2 ملايين ونص، ولكن قبل ما نروحوا ليه خليني نعطيك 2 معلومات يفيدوك. بالنسبه لهذه المنتجات ومنتجات اخرى كتكون افير نبارطاجي فيها في قناه زاستر اونلاين. المعلومه الثانيه، الان راه مسابقه زاستر اونلاين 10 فائزين، كل واحد راح يفوز ب $10. بالنسبه لرابط القناه والمسابقه راه في البايو، ولا خلي اي تعليق راح نرسل لك الرابط. بالنسبه للمنتج الثالث عباره عن آلة طباعه باللايزر، هذه كان عندي شك كبير بالله راح يحكموها الجمارك، ولكن الحمد لله فاتت عادي. هنا في الجزائر ما تلقاهاش اقل من 5 ملايين، هذا اذا لقيتها. وهذه عباره عن بروجي تقدر تبداه ب2 ملايين ونص، راح نديروها فيديو كامل بالتفصيل واش تقدر تدير بها واش تقدر تخدم بها. خلوا لي رايكم فيها في التعليقات.